السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد. معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحه وعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض وجبه غداء متكامله فيها جوج الانواع ديال السلطات. كذلك غادي نوريكم واحد الطريقه كيفاش تحضر بها لي فريت اللي كيجيو مقرمشين ورائعين. وعندنا كذلك قطبان ديال اللحم الغنمي اللي متبلين واحد التتبيله رائعه وكيجيو فتيين بزاف. الا كنتو اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو او كتزوروا القناه تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمكونات والطريقه. تابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هو غادي نتبلو هاد اللحم ديال الغنمي. فعندي هنايا الكتف ديال الغنمي اللي قطعته على هذا الشكل، يعني يكونوا طريفات صغارين. نتوما كيف كتحبوا، يا اما يكونوا صغار او لا كبار، الاختيار كيبقى لكم. فغادي نتبلوها بواحد التتبيله اللي كتجي زوينه بزاف وكتعطي واحد القوام رائع لهذا اللحم. فعندي هنايا الكمون، يعني كنضيفوا واحد المعلقه عامره ديال الكمون. الكمون كيعطي واحد البنه زوينه في اللحم خاصه في الشوا. غادي نضيف ليه كذلك قليل من الابزار او الفلفل الاسود، حتى هو تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره. وغادي نضيف كذلك ملعقه كبيره من التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، واحد المعلقه تكون عامره. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. الخرقوم بلدي بطبيعه الحال، ومن الافضل يكون محضر في المنزل، يعني كيكون احسن من اللي كناخذوه يكون مطحون من على برا. وعندي كذلك ملعقه صغيره من سكينجبير اولا الزنجبيل. وعندنا هنايا القزبر يابس. القزبر يابس كيعطي واحد المذاق رائع رائع للحم، خاصه في القطبان يعني كيجي رائع. فعندي واحد المعلقه تاهي صغيره ديال القزبر. غادي نضيف من طبيعه الحال خل او العصير ديال الحامض او الخل ديال الحامض، كيبقى لكم الاختيار. الا بغيتو تضيفوا حتى الخل عادي ماشي مشكل، هو تضيفوا واحد المعلقه كبيره عامره اولا معلقه ونص. يعني هذاك الخل هو السر باش كيعطينا واحد القوام رائع في هذا اللحم وكيجي فتي ملي كنشويوه. عندي كميه من القزبر والمعدنوس مفرومين ناعم. عندي كذلك بصله كبيره حتى هي تكون مشلضه اولا مقطعه طريفات صغار. وغادي نضيف من طبيعه الحال الملحه حتى هي، يعني كيبقى الذوق حسب الرغبه ديالكم. فهنا غادي نبدا نخلط مزيان هذاك اللحم اولا القطبان ديال اللحم. خصنا ضروري اننا نخلطوه مزيان باش يعني هذيك الماريناد كتدخل في اللحم مزيان وكيجينا منسم بهذيك العطريه. فكيف قلت لكم الملحه كتبقى بطبيعه الحال حسب الذوق. وعندي هنايا ملعقه كبيره من الزيت، حتى داك الزيت كيعطينا واحد يعني كيخلي اللحم كيجي حتى هو فتي. صافي وغادي نعاود نخلط مره اخرى يعني حتى كيتلبس لينا داك اللحم بالتوابل اللي ضفنا ليه. اهم حاجه هو اننا نخلطو مزيان وبحال نضغطو على داك اللحم باش يتشرب لينا التوابل اللي ضفنا له. صافي هكذا كيكون اللحم تبل. فباش يجينا بطبيعه الحال اللحم يجينا يعني المذاق ديالو زوين، كنخليوه واحد الليله كامله. الا بغينا يجينا مذاقه زوين كنتبلوه بليله كامله من قبل، اولا ما كانش عندنا الوقت فكنتبلوه يعني في النهار، يعني في اول ما كنفطروا كنتبلوا هذا اللحم. فملي كتجي الوقيته ديال الغداء كيكون ديجا تشرب هذاك العطريه ديالو. فيا اما كنخليوه بهذاك الشكل هكذاك في الطاسه اللي خلطنا فيها، اولا كنعمروه في القطبان كيف ما انا درت دابا. يعني كنعمروه في القطبان وكنلوي ليه الفيلم اليمونتير اولا البلاستيك غذائي وكنخليه كيرتاح وكيتشرب لينا هذيك العطريه ديالو مزيان. يعني هاد الخطوه ضروري اننا نديروها.
صافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنعمر القضبان ديالي كاملين. وهنا كيف كتشوفوا يعني لويته بالفيلم اليمونتير وكنخليه يعني كيرتاح وكيتشرب هذاك التتبيله ديالو، وهكذا كيكونوا القضبان ديالنا يعني جاهزين باش اننا نشويوهم. يعني ما كياخذش لينا وقت اخر باش نبقاو نحضروا فيهم. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا السلطه الاولى اللي هي السلطه ديال الفلفل المشوي مع الطماطم. فعندي هنايا 4 حبات ديال الفلفل او 5 حبات ديال الفلفل مشويين اللي كنشويهم بطبيعه الحال فوق البوطه، وكنخليوهم كيعراقوا في شي بلاستيك غذائي ونقشروهم وكنقطعوهم طريفات صغار. وعندي كذلك 2 حبات ديال الطماطم اللي حتى هي نقيتها وقطعتها طريفات صغار مكعبات صغار. وعندي بصله صغيره اللي حتى هي قطعتها مكعبات صغار بزاف. فغادي نتبلها، غادي نوضع كميه من زيت الزيتون، يعني هاد التتبيله دائما عندي هي اللي كنستعمل في معظم السلطات. كذلك عندي شويه ديال الفلفل الاسود اولا اليبزار. الملح كيبقى بطبيعه الحال حسب الذوق، يعني كنضيفوا الملح الكافي. وعندي هنايا يا اما كنديروا الخل ديال الحامض اولا كنديروا عسل الحامض اولا الخل العادي، يعني نتوما ليكم الاختيار. صافي كنخلطها مزيان حتى كتلبس مزيان بهذيك التوابل اللي ضفت. وكنزيد واحد شويه ديال المعدنوس مفروم من الفوق، يعني كيبقى اختياري، ممكن نضيفوه ممكن لا. فغادي نخلطها ونخليها على جنب حتى الوقت اللي غادي نبغي نقدم الغدا ديالي كتكون واجده وما يعني ما كتاخذش لينا شي وقت كتير باش اننا نحضروها. هنا غادي ندوزو باش نحضروا السلطه ديال البربه. فعندي هنايا البربه ديجا وجدتها من قبل، يعني كنسلقوها في الماء وكنزولوا لها داك القشره ديالها اولا كنقشروها ونبخروها، يعني كيبقى لكم الاختيار، لكن من الافضل اننا نسلقوها كتجي طيبه مزيان. صافي كنقطعها مكعبات على هذا الشكل، يعني كيف كتشوفوا يعني مكعبات صغيره اولا ممكن تخليوها بشكل طولي نتوما كيفاش حبيتوا تقدموها. غادي نزيد معها واحد شويه ديال البصله مقطعه مكعبات صغيره، كذلك نزيد معها شويه ديال المعدنوس كيعطي واحد المذاق زوين بزاف مع البربه وكذلك البصله. غادي نزيد شويه د الملحه كتبقى حسب الذوق، وكذلك الفلفل الاسود اولا اليبزار والقليل من الخل ديال الحامض حتى هو كيبقى لكم يعني حسب الذوق كيفاش كتبغيو السلطه ديالكم. وغادي نزيدو كذلك واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وكنخلطوا هاد السلطه مع بعضياتها مزيان. صافي وحتى هي كنخليوها على جنب حتى الوقت اللي غادي نبغيو نقدموها كتكون عندنا جاهزه. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا لي فريت اولا البطاطس المقليه. فعندي هنايا حبات من البطاطس، من الافضل انها تكون اللي كيكون اللون ديالها احمر، فهذيك هي اللي كتكون خاصه بالقلي. انتما كيف كتشوفوا يعني كتقطع معنا بكل سهوله، يعني هذه هي اللي كتكون خاصه بالقلي. فكنقطعوها على هذا الشكل يعني بشكل طولي الحجم كيف ما بغيتو يكون. فكنستمر على هذا الشكل حتى كنقطعها كامله. ثم كنضيف ليها كميه من الماء، يعني كنغطيها بالماء بطبيعه الحال يكون بارد، وكنضيف ليها كميه من الملح وعصير ديال الحامض او الخل ديال الحامض. فهذا هو السر اللي كيخلي هاد البطاطس كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت ما كتشربش الزيت بزاف. فكنخليوها مرقده حتى كيبان لينا داك اللون ديال الماء اصبح ابيض، يعني هذاك النشويه اللي كتكون في البطاطا زايده كتزول منها. فهنا غادي ندوزو باش غادي نقليو داك البطاطا اللي ديجا صفيتها من الماء، يعني حيدت داك الماء اللي تيكون زايد فيها. فكنقليها المره الاولى نصف قليه، يعني ما كنقليهاش حتى كتولي محمره، انما كندير لها نصف قليه. فهاد الطريقه كتساعدنا حتى الا كانوا غيجيو عندنا الضياف مثلا كنوجدوها قبل
بوقت وكنخليوها يعني ملي كيجيو الضياف فقط كنعاودوها في القلي يعني كتحمر بسرعه. اهم حاجه هو يكون كميه ديال الزيت يعني كثيره باش كتجي مغطيه هذيك البطاطا، وكذلك قبل ما نوضعوها خص الزيت يكون سخون مزيان، لانه الزيت ملي تيكون سخون مزيان ما كتشربش لينا كميه اكثر من الزيت، يعني كتقلى بسرعه، يعني بحال كتشوكا. هانتوما كيف كتشوفوا. فمن بعد ما قليتها نصف قليه كنقطرها من داك الزيت اللي كيكون فائض فيها، وكنوضعها في واحد الصحن اخر، وكنخليها كنستمر على هذا الشكل يعني حتى كنقلي الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا نصف قليه، وكنخليها كتبقى يعني بحال كتبرد واحد شويه. فمن بعد ما كتبرد لينا البطاطا يعني كنعاودو نخليو داك الزيت حتى كيسخن مزيان مزيان مزيان، وكنعاودو ليها القليه الثانيه. كيف قلت لكم في القليه الثانيه ما كتاخذش وقت كتير، انما كتقلى بسرعه بواحد يعني بواحد السرعه ما تخيلش لكم على البال. اهم حاجه هو الزيت يكون سخون. هانتوما كيف كتشوفوا. صافي غادي نحركها ونخليها حتى كتقلى وكتكتسب واحد اللون اللي هو ذهبي. فمن بعد ما كتكتسب داك اللون الذهبي فكنزولها ونوضعها في الصحن التقديم اللي كنكون ديجا واضعه فيه ورق النشاف، وهكذا كتكون البطاطا ديالنا صبحت جاهزه. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا القطبان، او غادي نحطوا القطبان يتشواو. فنوريكم طريقه كيفاش نشعلوا الفاخر بها. فهو السشوار، دائما كنستعملوا السشوار باش كنشعلوا الفاخر، هكذا كيبقى احسن من اننا نستعملوا الرابوس كياخذ لينا وقت كتير. فالسشوار كيخليه يشعل بسرعه البرق. وانتم كيف كتشوفوا العافيه ديالو كتصبح مجهده بزاف بزاف. فهنا كنوضع القطبان يعني كناخذ الشوايه كنفتحها كامله، ما كنسدش شويه على القطبان، انما كنفتحها كامله. فكيعجبني باش انني نبقى نقلب القطيب كل واحد بوحديته، هكذا يطيب بسرعه، وكذلك كيجينا طايب من جميع الجوانب. اذا كيف كتشوفوا فهذا هو الشكل النهائي ديال القطبان اللي حضرنا اليوم. كيجيو رائعين رائعين بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم بهذه التتبيله اللي عطيتكم، وكذلك السلطه اللي حضرنا بالفلفله مشويه حتى هي كتجي بنينه بزاف. وهادو لي فريت ديالنا حتى هما جاو رائعين ومقرمشين، وكذلك السلطه ديال الباربا اللي هي حضرتها معكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون الاستحسان ديالكم. فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. تنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله. خليت لكم الراحه.